السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا آه ازاي هنعرف نعرب سيستم ريديوس مانجر. طبعا السيستم النسخة بتاعته 3.8. المشكلة في النسخة دي ان هي النسخة دي اصلا ما كانش لها دعم عربي على الموقع الرسمي بتاع السيستم. ده موقع الرسمي بتاع السيستم، النسخة 3.8 مفيش اي دعم عربي هنا خالص. طيب هنحل المشكلة دي ازاي؟ انا هروح اجيب اللغة العربي داونلودز. هجيب العربي بتاع النسخة 4.1. وبعد كده انا النسخة نزلتها عندي اهي، دي النسخة بتاع دي اللغة. هفك الضغط عنها كده، انا فكيت الضغط عن الملف. بعد كده هروح افتح برنامج الوين اس بي بتاعي. ده برنامج الوين اس بي. هندخل على، طيب نفتح البرنامج من الاول خالص عشان نعرف ازاي ندخل عليه. احنا نفتح البرنامج، هنكتب هنا اي بي سيرفر، اليوزر نيم روت، والباسورد اللي انت كنت عامله واحنا بنسطب السنتوس، والبروتوكول هنخليها اس اف تي بي. بعد كده هنعمل لوجن. تمام كده عمل لوجن معايا. هنروح على المسار ده، var هنا، بعد كده 3w، بعد كده html radius manager اللانجوج اهي. هنروح هنا، موجود هنا اللغة انجليزي بس. هنجيب العربي، نفتح العربي. تمام هناخد الفولدر العربي ونرمي هنا. طيب كده تمام، نجرب بقى هنا. لسه زي ما هي انجليزي. طب لو انا عملت لوج اوت، طبعا هو مش عامل لي هنا خيار ان انا اختار انجليزي او عربي من هنا. طيب الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان انا همسح الانجليزي او اغير اسمه. هناخد الاسم بتاعه بس كوبي كده الاول، وهنغير اسمه لاي اسم تاني، وليكن مثلا اي حاجة، عشان انا لو احتجت اللغة الانجليزي بعد كده. بعد كده هنروح للملف العربي، هنعمل له رينيم ونسميه باسم الملف انجلش، ونروح نعمل هنا ريفرش. الله، لوحة التحكم، تسجيل دخول آمن، تسجيل دخول. السيستم بقى عربي معايا كده دلوقتي. تمام، اسم المستخدم، انتهاء، كمية الميجا، المدراء، كل حاجة معايا تمام. وأي خدمة يا جماعة.